السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كنموزو في فيديو جديد وأخبار جديدة. أول خبر غادي نبداو به في الحلقة هذه في الفيديو هذا هو الخبر ديال وفاة الموديل وعارضة أزياء وملكة جمال تارا فارس. في الفيديو السابق ديالي كنت رفقت الفيديو بواحد الفيديو كيوثق لحظات ديال الموت ديال الموديل تارا فارس، وفيما بعد عرفت بأن هذا الفيديو بأنه ما هو إلا فيديو يوثق لحظات ديال الوفاة ديال واحد المرأة في المغرب، وكان هذا غلط مني، وكان السبب بأنني كنت باغي نوصل الخبر باسرع ما يمكن، وشفت بزاف ديال المواقع كتنشر داك الفيديو، لهذا مشيت معهم في نفس الغلط. لكن الاخبار اللي كانت مرافقه الفيديو ديالي كانت كلها صحيحه ومصادر موثوقه ومصادر صحيحه. فقط الفيديو اللي كان كيمثل لحظه ديال الوفاه ديال الموديل تارا فارس هو اللي كان غلط، وكنعتذر على هذه القضيه. وغادي ندوزو الان للاخبار ديال اليوم. خبرنا اليوم الاول هو عبر شركه فيسبوك، حيث فوجئ اكثر من 50 مليون شخص عبر العالم للقرصنة في حساباتهم فيسبوك، حيث فوجئ العديد من زوار فيسبوك أنهم عند دخولهم بأنهم مطالبون بإدخال كلمة المرور مرة أخرى ليدخلوا إلى حساباتهم عبر الفيسبوك. توضح الشركة بعد ما إذا كان الخرق مرتبطا باختراق حسابات أم بتسريب معلومات، كما أنها لم تتوصل إلى الجاني، لكنها أشارت إلى أنها أبلغت الشرطة بالأمر. وقالت الشركة إن الاختراق مصدره تغيير أدخلته فيسبوك على خاصية تحميل مقاطع الفيديو في يوليو عام 2017، وأوضحت أن القراصنة تمكنوا من سرقة رموز الدخول، وهي مفاتيح إلكترونية تسمح للمستخدمين بالولوج إلى حساباتهم. وكإجراء احترازي أخرجت فيسبوك نحو 130 مليون مستخدم من حساباتهم، وطالبتهم بإعادة كلمة المرور الخاصة بهم، كما أزالت خاصية تمكن المستخدمين من رؤية حسابات الآخرين. وأوضح مؤسس فيسبوك المدير التنفيذي مارك زوكربيرغ أن المهندسين اكتشفوا هذا العطب وهذه القرصنة وهذا الخلل الثلاثاء الماضي وقاموا بإصلاحه. اكتشفوه يوم الثلاثاء الماضي وقاموا بإصلاحه يوم الخميس. وكتب مارك زوكربيرغ في حسابه على فيسبوك: نواجه هجمات ثابتة من أشخاص يريدون الاستيلاء على حسابات أو سرقة معلومات حول العالم، فيما أشعر بالسعادة أننا اكتشفنا ذلك وأصلحنا نقطة الضعف وقمنا بتأمين الحسابات التي ربما كانت في خطر. الحقيقة أننا نحتاج لمواصلة تطوير أدوات جديدة لمنع حدوث ذلك. أما خبرنا الثاني فهو من إندونيسيا، حيث ضرب إندونيسيا إعصار مدمر وزلزال مدمر. الزلزال وصلت قوته إلى 7.15، هذا ما أكده المعهد الأمريكي لرصد الزلازل. ودفع الزلزال الآلاف من السكان من مدينة بالو التي يبلغ عدد سكانها نحو 350 ألف نسمة وتبعد نحو 80 كيلومتر عن مركز الزلزال إلى مغادرة منازلهم مدعورين نحو الشارع. أيضا كما قال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث الأندونيسية أن هنالك تقارير عن انهيار الكثير من المباني بسبب الزلزال، مضيفا أن السكان مذعورين وخرجوا من منازلهم. كما تسبب الزلزال وأمواج المد في انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات حول بالو، وواجهت السلطات تواجه صعوبات كبيرة في تنسيق جهود الإنقاذ. أما خبرنا الثالث والأخير هو خبر عمل واحد ضجة كبيرة في العالم كامل حاليا، هو خبر اتهام كريستيانو رونالدو بالاغتصاب من طرف امرأة أمريكية سنة 2009. قد رد كريستيانو رونالدو في بث مباشر على حساب الانستغرام بعدما سأله أحد المتابعين عن صحة الخبر، قال اليوم لا إنها أخبار مزيفة، وأضاف إنهم يريدون ترويج أنفسهم، هذا أمر عادي، يريدون أن يصبحوا مشهورين باستغلال اسمي. وتابع: هذا جزء من العمل، أنا رجل سعيد وكل شيء جيد. في وقت سابق قال محامون الضم كريستيانو رونالدو أنهم سيرفعون دعوى قضائية ضد مجلة دير شيبل الألمانية بعدما نشرت اتهامات دون سند قانوني تدعي فيها امرأة بأن نجم يوفنتوس اغتصبها عام 2009. وأوضح محامي كريستيانو أن تقرير المجلة الألمانية تحدثت عن الشبهات بصورة غير قانونية في جانب مرتبط بخصوصية الإنسان، ولذلك فإن رونالدو يطالب بالتعويض عن الضرر الذي حصل به. وذكرت المجلة نقلا عن محامية المشتكية أن أحداث الاغتصاب تمت في 2009. وأضافت المحامية أيضا أن المشتكية كاترين ميورغا لم يسبق لها أن تحدثت عن الاعتداء الجنسي المفترض، كما أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منحها $375
كي تلتزم الصمت. أورد التقرير الصحفي أيضا أن الضحية المفترضة رفعت دعوى قضائية لأجل إبطال الاتفاق الذي وقعته مع رونالدو ويلزمها بعدم الكشف عما حصل في الحادثة المثيرة. وأشارت المحامية إلى أن الهدف من الدعوة هو محاسبة رونالدو في محكمة مدنية على الجروح التي تسبب بها للضحية ما نجم عنها من تبعات. كنتمنى من القضاء يتخذ الإجراءات اللازمة باش نعرفوا الحقيقة، هل كريستيانو قام بهذا الفعل أم لم يقم به. جديد في موضوع كريستيانو رونالدو إن شاء الله سأقوم بتسجيل فيديو عليه إن شاء الله. إلى هنا نكون انتهينا من الفيديو ديالنا. كنتمنى من صميم القلب نكون ضيف عليكم، كنتمنى ما تبخلوش على الضغط على زر لايك، أيضا عملوا سبسكرايب لاشين باش يوصلكم كل جديد، أيضا ضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد من أخبار جديدة اللي غادي ننزل في القناة ديالي. إلى هنا، إلى اللقاء، فيديو قادم إن شاء الله.